الشخصية دائمة الانتقاد شخصية طاردة، الناس بتبعد عنها. لو بتنتقد زوجك كتير أو بتنتقد زوجتك، بتنتقد أبنائك، بتنتقد أصحابك، ما تستغربش لما تلاقيهم ما بيحبوش يقعدوا معاك وبيتهربوا منك. مفيش مانع لما ننصحهم لو أخطأوا، لكن ما تبقاش الحياة كلها أوامر ونواهي. لازم شوية كلام حلو، شوية دعم وتشجيع، مش كله توبيخ وتأنيب ونرجع بعد كده نشتكي هما ما بيحبوش يقعدوا معانا ليه ودايما قافلين على نفسهم. هما عشان يحبوا وجودنا جنبهم لازم وجودنا يجذبهم، يحسوا انهم محبوبين ومرغوب فيهم. لكن طول ما هو حاسس ان عمره ما هيرضيكي، وطول ما هي حاسة انك عمرك ما هترضى عنها، لانك كل ما تشوفها تبكتها وتحبطها وتعاتبها وتلومها، هتخترع 1000 حجة عشان تهرب من جنبك. هتوافق على اول عريس عشان تهرب من ابوها وامها، حتى لو كانت هترمي نفسها في اسوأ جوازة. هيهرب منك ويقعد على القهوة مع اصحابه، مع قرايبه، مع واحدة متعرف عليها جديد ومحسساه انه مفيش منه 2 على كوكب الارض. فلو يهمنا الشخص يحب يقعد جنبنا، لازم نوصله احساس اننا كمان بنحب وجوده وبنفرح برؤيته.